الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى من بآثاره اقتفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: والأمر موجه لمؤمني أمة النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من خلال هذه الآية قال المفسرون الأجلة بأن الإيمان نصفه صبر لله جل جلاله، ونصف آخر شكر لله جل وعلا. هذا الإيمان الذي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره مره وعلوه. قال عنه أهل العلم: مكون من شقين، من نصفين. النصف الأول يسمى الصبر، والشطر الثاني يسمى الشكر. ربي سبحانه عز وجل يمرض وشرح للنبي صلى الله عليه وسلم الصبر في هذه الحياة. الشهر خطر أهل العلم بينا بذيك الإيمان، الميزان الإيمان لبنادم أثي حقق العبد الإسلام سنة تركيزي تركيز تزوروث سنة الصبر، تركيز السنات سمناس الشكر، تركيز تزوروث هذا يسمى الإنسان الصبر، اليقين، ذي الأنات. يا ربي عز وجل تركيز السنات هذا يشكر الإنسان المؤمن رب العالمين عز وجل أفسوع فيه إلا ذوين إذ يقدر ربي سبحانه عز وجل في الناس. ذي أهل العلم قسما هذا الصبر إلى قسمين: صبر نفساني وصبر بدني. الصبر وكذا في حق الإنسان قسمت أهل العلم قسمين في باب التزكية. ندي الصبر بدني الذي يتحمل الإنسان المشاق، الذي يتعاطى الأعمال الصعاب وقت تحقق. مثال على ذلك الصبر على أداء فريضة الحج، الصبر للخروج لإعلاء كلمة التوحيد، غاية الجهاد في سبيل الله. لكن الإنسان الذي يعتسب البدني الذي يتحمل الصعاب، يوكل الجهد لفظ مربيه، يوكل الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوكل الإنسان فريضة الحج، وليبين قرن الصبر البدني. كذلك احتمال الأذى
من أجل تبليغ دعوة الله عز وجل إلا ويوم قران الصبر تنفسيف عن مشتهيات الطبع ومقتضيات النفس. قال أهل العلم إن كان هذا الصبر عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. أهل العلم خدموا المعادلات من الرياضيات ما يطلق الإنسان أن يصغر الشهوات النفس في نفس الشهوات من البطن نفس أن يحق الإنسان أن ينقر العفة داخل المجتمع. والنبي عليه السلام قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها: إني أخاف الله تعالى. من بين السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله يقال الصغار يتجمعان الشهوات النفسية في نفس ينفع ينفع أيها المؤمنون الحاجة السادس امرأة ذات جمال صراوتيتي في الحرام الناس الكبير سبب رب العالمين جل جلاله العبد الذي يدل ربي عز وجل سفينس يوم القيامة أسجريكم العذاب أسكيولاش سيلير حاشا سيلير من رحمة ربي عز وجل. إذا ما تحققش العفة غير إذا كان الإنسان عنده الصبر عن جمح شهواته. إذا كان الصبر من أجل تحمل المشاق في ميدان الجهاد والقتال سمي هذا شجاعة. بل الإنسان يكون شجاع يسعى الشجاعة هذه يصبر في ميادين الوغى لما يدين الجهاد. اش إلا قد يسعى الإنسان إلا قد يسعى الصبر. إذا كان الإنسان في باب الغضب وكظم الغيظ إذا كان هذا الصبر في ميدان الغضب تلقى الإنسان لا يفاجر ويستعلي الصوتيس ويتعدى في العباد. هذه من التحقيس الذي يصغر سمي هذا حلما. إن كان في نائبة سمي سعة صدر بين الصغار. جوز النائبة جوز المصيبة جوز الناس إلى قاعدين في الليل قال أهل العلم سكن سعة الصدر. أكيد يلعب فينا إحنا بخبيرية أكيد يلعب فينا وليس البحر خاطر إحنا كاين عندنا ضياع في النفوس يجيك يعطيك واحد البومبا ويروح يعني هو يحسب روحه قافز يجي عندك يقول لك كلمة باش يتجرحك وبعد تلقاه يروح الله يسهل. يقول لك اليوم عطيته بومبارديته. انت لو كان ما تكونش عندك سعة الصدر ولي كامل البحر تدير روحك ما سمعت والو قادر هو عطاك كلمة انت تعطيه نجمة تكسلو. ولكن كي تصبر أتسعود سعة الصدر أتسعود ما يكون السلطة شريك حقا أتسعود من السماء سعة الصدر. إن كان في إخفاء أمر سمي السر. باش تشد السر لازم تصبر. يجي الواحد حتى في المرض الله يسترنا يروح واحد يزور مريض في المستشفى يخرج فلان خلاص راح يموت راح عنده تيومر عنده هذه ما تقدرش تصبر حتى باش تكتم السر تاع انسان مريض ما تمشيش الاسرار نتاعو. يا عجبا داخل الجامع يجيك واحد يقول لك والله الانسان زرته اليوم راه مريض عنده والله مرض الفلانيه راح يموت بيبقى له شهرين تموت. علاش ما تقدرش تشد السر يا عبد الله يا سي محمد مرات تفض السر فلان مريض على بالك بديت مريض قال لك الطبيب فشل السر نتاعو تدعي له ربي يشفيه وتسكت. إذا كان باش تكتم السر يسمى إذا كان في إخفاء أمر تصبر باش أتصفر يولى الأمر يسمى كتمان السر
ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل، ومن كتم سر إنسان مؤمن ستره الله عز وجل يوم القيامة. إن كان في فضول العيش تصبر في فضول العيش، ما عندكش دراهم، ما عندكش قصور، تكون غني صابر متعفف، يسمى هذا زهدا، بالصبر يحق الإنسان الزهد. إن كان على قدر يسير وجزء بقليل من الحظوظ المباحة والمنح سمي قناعة. إذا كان الإنسان كذلك يصبر فين استفتاء ربي عز وجل أكثر الإنسان ذاك إنسان قنوع. باش تحقق القناعة لازم تصبر على الشيء اليسير من المال والعيش، بالصبر يحقق الإنسان القناعة. على أجل هذا على إرساء مثل هذه الأخلاق في نفوس أهل الإيمان يدينا ربي عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الحياة البني آدم إلى قتل ديك الحلم والأنات وعدم الاستعجال وتسليم الأمور لله تبارك وتعالى الذي خلقنا، وعدم التسخط في جميع هذه الأمور التي ذكرناها. على أجل هذا أختم بحديث قدسي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العالمين: من صبر على بلائي وشكر نعمائي وقنع بعطائي سأكتبه صديقا وسأبعثه يوم القيامة مع الصديقين. درجة الصديقية سواء شانت تحقق الإنسان الصبر. من صبر على البلاء، الصبر على البلاء، من صبر على بلائي وشكر نعمائي، والشكر النعم، الصبر على البلاء وشكر النعم. من صبر على بلائي وشكر نعمائي ورضي بعطائي سأكتبه صديقا وسأبعثه يوم القيامة مع الصديقين. بعد كلمة واش يقول: ومن لم يصبر لقضائي، ومن لم يصبر لقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بعطائي فليخرج من تحت السماء وليتخذ ربا سوائي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين الشيخ سعيد بويزلي بيحفظوا كامل الفروع هو يدير الدرس اليوم، راه يسلم عليكم، راه مسافر، راه في المغرب الشقيق هذه المغرب، عنده ندوات علمية، راه يسلم عليكم. عنده حلقة نهار الاثنين عند الظهر إن شاء الله، بس بدينا في الظهر يسعى الحلقة إن شاء الله تاع ربع ساعة في شرح رسالة الفقه، رسالة تاع الشيخ أبا يزيد القيرواني في الفقه الإسلامي. وإن غدا الإحضار قسم الليل عند صلاة الظهر يكون هنا لمدة ربع ساعة إن شاء الله بين الأذان والإقامة. كونوا معنا إن شاء الله. واحد عنده مريض وعنده ميت، دعوا إن شاء الله المرضى اللهم اشفيهم وعافيهم واجعل مرضهم طهورا إن شاء الله برحمتك يا رب العالمين. اللهم خفف عنهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم البلاء، اللهم ادفع عنهم البلاء، اللهم ادفع عنهم البلاء. هذا الميت وسائر الموتى اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من أهل الجنان، اللهم اجعلهم من أهل الجنان، اللهم اجعلهم من أهل الجنان برحمتك يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.